السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نانسي سمير ودي قناتي. فيديو النهارده بقى هنعمل الحواوشي. مفيش اختلاف على الحواوشي طبعا، كلنا عارفين ان احنا بنحبه ازاي. نعمله النهارده بقى احسن مليون مره من المطاعم، حتى لو مش في الطعم، مع انه كان طعمه تحفه بمشاهده كل الناس. يعني مش عايزه اقول لكم ان كل اللي ضايقوا قاعد يقول لي ايه الحلاوه والطعامه دي. احسن مليون مره من المطاعم، نظافه بقى وشكل وطعم كل حاجه، وقرمشه مفيش منها. ويلا بينا نبدا على بركه الله. اول حاجه معانا بصل، معايا نص كيلو من البصل، ومعايا كمان فلفل، 4 فلفلات كده. ممكن نحط الوان، ممكن نسيبهم اخضر بس. كانت معايا يعتبر ربع كيلو كده. حطيت البصل كان قبل ما اقشره نص كيلو، يعني ما كانش نص كيلو بالظبط قوي، بس كان يعتبر نص كيلو. ممكن بعد ما قشرته قل شوية، يعني احنا ممكن كمان نزود، مفيش مشكلة. ومعاهم الفلفل برضو ممكن نزوده. انا بحب اضربهم في الكبة الاول مع بعض كده، بيدوا نكهة لبعض كده. وممكن كمان في حتة نحط عليها التوابل بتبقى حلوة برضو. انا كنت بعملها كده ساعات، وساعات بعملهم الاتنين بس لوحدهم. زي ما انا عملتهم المرة كده، ضربتهم في الكبة لوحدهم. ما تقلقوش لو في مية مثلا لما البصل يتفرم، مفيش مشكلة خالص. هضربهم كويس جدا، يتفرموا فرم ناعم. بعد ما يتفرموا بقى، معايا كده نص كيلو من اللحمة، مش هنستخدم لحمة كتير. النص كيلو عملت معايا 20 رغيف. كمان انا كنت مالية السندوتشات لحمة، كانت اللحمة كانت ظاهرة قوي، فانتوا ممكن كمان تعملوا اكتر من كده. هننزل عليهم بالفلفل بتاعنا، ومعايا زبدة متسيحة او سمنة بلدي، بس انا ما كانش عندي سمنة بلدي للاسف، كانت خلصانة فحطيت عليها سمنة. هنيجي بقى للتوابل بتاعتنا. معايا بقى ملح طبعا بيبقى حسب الرغبة، ومعايا كزبرة، ومعايا كمان بهارات حواوشي. بهارات حواوشي انا حط منها معلقة، ممكن نحط معلقة كبيرة، ممكن نحط معلقة صغيرة. حطيت معلقة كبيرة. بهارات الحواوشي بتديها طعم حلو قوي. ومعايا كمان شطة، انا عملت نص معلقة كده شطة، كانتش باينة قوي، ممكن عايز يزود. ومعايا توم باودر وبصل باودر. على فكرة ممكن نستغنى عن اي حاجة من التوابل ديت، كده كده بهارات الحواوشي كانت حلوة قوي. يعني كانت فيها كل الحاجات اللي بحطها دي، بس انا بحب احطها عشان تزود النكهة. ومعانا فلفل اسود وكمان شطة. طبعا هسيب لكم كل الحاجات دي بالظبط في الوصف. معانا بقى كمان حاجة مهمة قوي، معانا بيكنج باودر. بيكنج باودر برضو بيدوله نفشة حلوة كده، بصراحة حلوة قوي، بحب احطه. ومعايا كمان الحاجة المهمة بقى اللي هو اساسي اصلا، السكر، بيديله طعم كده خطير. طبعا هي نص معلقة يعني مش هتبان قوي، بس برضو بتدي نكهة كده. ومعانا كمان الخطوة المهمة، حطيت معلقة كبيرة من الدقيق. الدقيق بيشيل اي سوائل في الخليط اللي معانا، فدي برضو حاجة مهمة قوي، يا ريت ما حدش ينساها. ممكن نحط نشا، ممكن نحط، بس انا ما بستلطفش النشا هنا بصراحة، فانا ما حطيتش. هنبدأ بقى نعجنها زي ما انتم شايفين، دقيقتين 3 كده لحد ما تبقى عجينة كويسة معانا كده، يعني تبقى شبه العجينة كده. بس ما تعجنهاش قوي يعني، بس ايه، تبقى عجينة متوسطة كده. هجيب بقى معانا، انا جبت عيش من بره، عيش جاهز. طبعا احنا في عصر السرعة، فاحلى حاجة عندنا ان احنا نجيب عيش جاهز وخلاص، مش لازم بقى نعجن وكده. ومعايا الزيت بس. هبدأ بقى اعمل الصينية اللي معايا، هبدأ ادهنها زيت كده من كل حتة. جماعة كمان احنا ممكن نحط على الخليط اللي معانا، على خليط الكفتة، ممكن نحط طماطم مبشورة. ممكن نحط، بس الطماطم غليت فاحنا هنشيلها على جنب كده. وممكن كمان نحط خضرة، انا كنت بحط على خضرة بس انا نسيت، انا بصراحة نسيت في المرة دي، نسيت احط خضرة. الخضرة برضه ده تستحاله، وانا كان عندي خضرة بس نسيت. الناس اللي مش عايزة تحط خضرة مفيش مشكلة، انا قصدي احط بقدونس، خضرة بقدونس، هي البقدونس بس هو اللي بينفع في الحتت دي. طبعا العيش ده بيبقى عيش اصلا، عيش حواوشي مخصص للحواوشي، بنجيبه من عند اي مخبز او اي فرن يعني. وبيبقى مستوي نص سوا، يعني مبقاش مستوي سوا كامل، وبيبقى يعرف تفتحيه، مش شكل فيه عيش كده مبتعرفش تفتحيه. نبدأ بقى نفتحه نصه كده، وبنبدأ نحط فيه اللحمة براحتنا. انا حطيت اللحمة على قد ما اقدر يعني، كنت بحط لحمة، ولو لقيت الرغيف عايز لحمة ببدأ بقى احط اللحمة كده واطبطبها الاول بايدي من جوه.
اخليها بشكل متساوي، وبعدين احطها في الصينيه كده وابدا اطبطب بايدي لحد ما احس ان اللحمه اتفردت في كل الرغيف وبقت بشكل متساوي. ودي خطوه مهمه جدا برضو. وهبدا بقى احط عليها زيت من فوق ومن تحت ومن ورا. انا هحطها في الفرن. انا بصراحه ما بحبش احط في الطاسه. في ناس بتحب تحط في الطاسه، بس هياخد مني وقت، يعني هيعوز كذا طاسه وهياخد مني وقت، وده طبعا احنا كنا عايزين نخلصه كله مره واحده، فحطيته في الفرن. بصراحه كان طالع مقرمش وفي نفس الوقت طري برضو، كان حلو قوي يعني. كان اجمد من اللي عملته في الطاسه. يعني انا عملت في الطاسه وعملت في الفرن، فبصراحه عجبني قوي اللي في الفرن. انا هنا برضو من زاوية تصوير تانية هعمل لكم رغيف كمان. باخد شوية لحمة كده بقورهم على قد مثلا حجم برتقانية صغيرة او الحجم اللي انتوا عايزينه. انا لما احس ان الرغيف بتاعي اتملى لحمة خلاص بوقف، ما بحطش حجم معين يعني، وابدا اطبطب عليه كده. بطبطبه الاول من جوه قبل ما احطه على الصينية، وبعدين بدأت بطبطب على الصينية، وبعدين بخلصهم كلهم بنفس الطريقة. واحط زيت من ناحيتين. انا دخلتهم الفرن بقى، حطهم تحت وبعدين حطهم على الشوايه ياخدوا لون. ممكن ما نحطهمش على الشوايه وسيبوهم يستووا. خدوا ربع ساعه كده سوا، يعني كل 5 دقايق قلبيه لحد ما تحسي ان هو ايه مستوي. بصوا بقى اول ما طلع كده من الفرن، انا بدات اغطي عليه باي عيش عندنا. ده العيش البلدي عندنا، غطيت عليه بالعيش بتاعنا. محبتش اغطي عليه فوطه بصراحه، العيش بيبقى احسن. غلفته بالعيش من كل حته عشان يبقى مقرمش وفي نفس الوقت طري. دي خطوه مهمه جدا فوق ما تتخيلوا. بيدي اللي هو بيفضل قرمشة فيه، وفي نفس الوقت بيبقى طري كده. معايا بقى ده الحواوشي بقى بعد ما رصيته، شايفين شكله؟ والله يا جماعة والله بجد يعني مش شكرا في نفسي او حاجة. الحواوشي ده من احلى الحواوشي اللي ممكن تديه في حياتك. طعمه بجد خطير، يعني احسن مليون مرة باللي احنا بنجيبه من عند بتاع الحواوشي. انا عامة كنت مدمنة حواوشي وعلى طول بجيب حواوشي من بره، بس لما جربته في البيت وشفت طعم اللحمه، انا ما كنتش باكل لحمه اللي بره ده. بقول ايه ده؟ فين اللحمه اللي كانت بتحط بقى؟ ما كانتش فيه لحمه بناكلها بره. كنا مبسوطين بيه وغلي طبعا. فليه يعني ليه لما ناكل حواوشي بطننا توجعنا؟ طب ما احنا ممكن نعمله في البيت وفي 5 دقايق، يعني مخدش وقت خالص. عجينه سهل مفيش حاجه، فاهمه؟ اللي هو كمان يعني حتى ما بنتعبش في العجين، لا خالص. انا بقى بحب اشرب معاه شويبس رمان. اللي عارفني عارف ان انا بعشق حاجه اسمها شويبس رمان. فانا بجيب الازازه مولترين كده واقعد اتمزج بقى. ممكن طبعا نحط معاه طحينه، بس انا ما بحبش الطحينه بصراحه معاه، ما باكلوش بطحينه. انا بحب اشرب معاه بس. وطبعا ممكن كمان نحط مخلل. احنا كنا بنعمل مخلل بس هما كانوا بيظبطوا السفرة جوه وانا بظبط هنا. ما وريتكوش المخلل يعني، بس احنا بناكل معاه مخلل برضه. بس شيبس رمان ده اساسي. معايا بقى كده شويه خضره بقى. الخضره اللي انا نسيت احطها على الحواوشي فحطها لكم هنا زي انت بيها. بقدونس. البقدونس طبعا بيدوله طعم وريحه خطيره خطيره بجد يعني. ممكن نستغنى عنها لان طبعا الخضره غليت، بس مش مهم يعني، حاجه من اللي غليوا. والفيديو ده معمول كمان قبل ما البصل يغلى، فانا ما كنتش عارف ان البصل غلى. دلوقتي بقى انا معايا خدت الرغيف كده هبدا اقطعه. انا كنت بقطع بالراحه، كنت خايفة بصراحة على الطبق. يعني المفروض احنا نجيب القطاعة ونقطع عليها، بس انا قطعتها في الطبق. فانا بصراحة كنت خايفة اعمل قوي اقوم خدشة الطبق. عشان يعني ايه، تاخدوا بالكم. حتى حاولت اكمل انا بايدي، انا خفت بصراحة على الطبق. المهم بدأت اقطعه كده. بصوا الحتة اللي انت هتاكليها مكبوسة لحمة ازاي، يعني مفيش حد بيعمله كده بره بصراحة. ممكن طبعا زودي اللحمة بقى براحتك. وبكده بقى نقدر نقول الحواوشي هوا مع السلامة، ونرحب بالحواوشي الجديد بتاعنا. عايزة اقولكوا والله بجد ان كل اللي ضايقوا قعد لحد دلوقتي قاعدين يقولوا لي إيه الحلاوه والطعامه دي، احنا ما كناش مصدقين ان انت ممكن تعمليه بالحلاوه ده. فياريت بقى تجربوه تقولوا رايكم تحت في كومنت. انا خلصت سندوتشين وانا واقفه بصور بس. فالمهم بقى، ياريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتكتبوا لي رايكم في كومنت لو جربتوه. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.